برسيم اند نخل. لازم نتذاكى في الزراعات بتاعتنا. الجماعه محب النخيل، وهو ده الاصل الاصيل في الوادي الجديد. النخل متكافئ مع الجو هنا بيئيا. النخل بيستحمل لو الارض فيها ملوحه، بس دي اصلا مش عندنا. النخل بيستحمل العطش لو حصل اي دروب في الميه. النخل بيستحمل انه يغرق. لو بتروحوا كده يا جماعه بتوع ايدكم ورشيد وبلطيم وفي مناطق في دمياط، هتلاقي زرع الارض رز وفي قلبها ايه؟ في قلبها نخل. النخله عامله زي البقره، بتحلب وتولد. مش همل ولا اكل من هذه الكلمه. النخله بتطلع بلح، وكمان بتولد لنا فسايل. اقل حاجه في السنه 15 فسايل لكل نخله. النخله يتوارثها الاجيال. لو واحد ابنه مش في دماغه الارض، لو واحد ابنه مش عاجبه المكان، استحاله لو ارضه مزروعه نخل ان هو يفرط فيها ابدا. برسيم اند نخل على ارض الواقع، ده مشروع ان شاء الله هنطلقه لكل حبايبنا اللي هم عايزين يبقى عندهم نخل، ولكن عاملين بدراسه، لان النخل بيطرح بعد 4 سنين. فهصرف على النخل منين؟ هو ده السؤال. فلما اقول لك انت لو خدت 5 فدادين هتزرع نصهم برسيم حجازي، وهتحط للبرسيم الحجازي جميع احتياجاته، مش برسيم وبس. عايزين برسيم براند VIP بلس من اللي بيجيب 2 طن للفدان. عشان كده بقول لك من 8 ل 10 عربيات سباخ. البرسيم عايز صوبر، عايز كبريت، عايز جبس زراعي عشان نعمل التشكيله دي ونخصب الارض. واحد يقول لك الارض الجديده، هو ما فيش ارض قديمه تجيب زراعه احلى؟ لا، الارض الجديده احلى من القديمه. اولا مش شطبه تشطيب كويس، ثانيا البير بتاعها معمول بطريقه كويسه جدا، ثالثا التطوير بتاعها مواسير ومحابس مش انيان مدبشه وكل شويه الميه مسربه في ناحيه، رابعا متقسمه مطالع ومداخل ومخارج 10 على 10. طيب انا عايز ارض قديمه عشان هي زرعه. فرق القديم من الجديد هم التكلفه ال 40,000 اللي انا قلت عليهم، اللي هم شوات السباخ وشوات الجبس وشوات السوبر وشوات الكبريت. بتحيي الارض بعد ايه؟ بعد موتها. هنعمل نص الارض برسيم حجازي، والنص التاني هنزرع فيه فدان واحد بس نخل. النخله الفدان بياخد 60 نخله. بعد 4 سنين البرسيم بيبوظ والنخل بيطرح وبيطلع فسايل. هناخد الفسايل بتاعتنا كلها نحطها في الخمس ايه؟ في ال4 فدادين الباقيين. الفدان الباقي غير النخل، ما احنا قلنا 2.5، كده هيبقى كام؟ 2.5. كده زرعنا منه فدان نخل، هيبقى فدان ونص. هنشكله ما بين قمح وفول وكمون عشان برضه نبقى مساعدين في بناء المجتمع وسد الفجوه ما بين الغذاء والاحتياج، زي النخل زي القمح اللي احنا شايفينه جنبنا ده. يبقى برسيم اند نخل دراسه جميله لاي حد عايز يبقى ارضه كلها نخل بس على المهل، ونمشي واحده واحده والارض تصرف على نفسها. واحد يقول لك البرسيم الحجازي، انت بتقول كلام وبنسمع كلام. البرسيم الحجازي ممكن يجيب 700 كيلو، وممكن يجيب طن، وممكن يجيب طن ونص، وممكن يجيب 2 طن، والمفترض يجيب 2 طن ونص، وفي ناس بتجيب 3 طن. يا عم الكلام ده ازاي؟ لا، الكلام ده موجود، بس ايه بقى الناس اللي دماغها عاليه؟ هو حط ايه عشان يجيب ايه؟ اللي يخدم. اللي بيخدم الارض ما ينضحكش عليها، واللي ما بيخدمش مش هيلاقي. اللي بيصرف يلاقي. اللي بيصرف يلاقي. ابويا الحاج والله العظيم انت منورنا، والله العظيم منورنا، والله يصرف تلاقي. تصرف حتى عندنا في الارض القديمه كل حته. صح كده يا ابو الحاج؟ ايوه. انت لو ما خدمتش نفسك مش هتقدر تصلح. مش هتاكل. الارض ملهاش دعوه، ملهاش ذنب. زي البني ادم كل لا ذنب. لا مالهاش ذنب. في الحفير، في الحمول، في لا. في ابو سكين، كل في اي حاجة. كلها واحد. كل اللي خلاص بتدي بتاخد. هتصرف هتلاقي. فين يا عم؟ انت رحت هرست في سوق البهايم؟ انت كنت بتفاصل ولا ايه؟ اه كان اكيد. لقيت بيشتري ايه في سوق البهايم؟ كويس. بس ما رضيش يجيب لي لا نعجة. غبت ليه عننا كلنا؟ انت فاصل في حاجه؟ لقيت ايه؟ احكي لي كده. كويس، الاسعار كويسه وماشي الشغل زي عن اقل زي شويه. عندنا، بس الاسعار اقل شويه من عندنا. اقل شويه. والعيل ب 40 والباقي يعني بسم الله ما شاء الله الاتنين كويسه من اكل امه البرسيم لحم وهو اكل برسيم الحاجات، هتلاقي اللي مهمل وتلاقي اللي بس كلهم ما شاء في الله. كل مكان انت بتعمل كده. زي لو حداني بالظبط. تعالى بالحته البلدي دي. عامل ايه؟ انت من حته ملاوي، من قرية تندل. احسن ناس. ايه رايك في الوضع هنا؟ الوضع 100 100 والله، ماشي تمام 100 100. يعني اللي هيجي يزرع ويكلف وهيلاقي والله ويعيش عيشه حلوه يعني. الجو هنا عاجبك عايز المشي بعجل. صح كده؟ مش عايز مريح عندكم عن الصحراء والغرب الشغل صح؟ تنزل ناس كده ساكنه بغرب. وقاعده وحياه مجتمعات صح؟ خدها واحده واحده تجيب معاها. ايوه. ابويا الحاج، انت جيت قبل كده؟ لا اول مره. حضرتك من ايه؟ المرج. من المرج. هتسيب المرج بقى والعيش الفينو والجبنه الرومي وهنيجي هنا ننغرس في انا الطين؟ اصلا فلاح اصلا.
انا متعلم بس يعني اساسا فلاح ما شاء الله. وحشاني عيشه الفلاحين. لازم ترجع تاني، سبحان الله. لازم ترجع تاني للاصل. انت اصلا فلاح منين؟ من القاهره، من المرج برضه. برضه في المرج المناطق اللي فيها نخل عندكم دي. وكانت زراعه حلوه بلا جدا. بلاهم زمان. دي قبل النخل كله. ما شاء الله. كانت في حته اسمها زينب الوكيل هناك، كان زراعه ممتاز. وعناني ومش عناني جنب الدائري على طول. جنب الدائري، ايوه الحته اللي على الدائري. كان عندنا على فدادين. الصفين نخل. حنيت للماضي بقى القديم دلوقتي تاني. مخازن وعمارات وبتاع. نجرب. تمشي انت على دخلت الدائري في كده تلاقي المباني. المخازن وتلاقي العمارات. ايوه شايفها. اول مره تيجي هنا. اول مره اجي. حبيت البلد ولا لا هي ريحه حلوه صراحة. ريحه حلوه؟ ريحه حلوه. ارتحت ريحه حلوه. بس عايزه اللي يشتغل هنا يشتغل بالراحه. واحده واحده، واحده واحده. يتزاكى في العمل. انما كبسه هيتعب. ما احنا برضه بنبقى معاه واحده واحده بالاستشارات الارض نفسها عبال ما تنتج. الارض هتاخد وقت ما تنتج. هو بالعلم ما بتاخدش وقت. هي الارض عايزه ضغطه في الاول، عشان كده ما عدناش بنهزر. ما حدش عاد بيصعب علينا تاني، اللي يصعب علينا هيفقر نفسه ويفقرنا. الارض عايزه ضغطه، عشان كده بقول الفدان 40,000 اهو نبقى واحده. نحط له شويه سباخ، نحط له شويه سوبر، نحط له شويه جبس، نحط له شويه كبريت، عشان يجيب معاك زراعه من اول زرعه زي الارض اللي مزروعه بقالها 100 سنه. طب السباخ موجود يا شيخ؟ طبعا. يعني انت العربيه الجامبو بتجيلك. قصدك الخمس فدادين يزرع فدان واحد برسيم حجازي. لا، يزرع نص الارض برسيم حجازي ويتوصى بيه قوي، وياخد العائد بتاع البرسيم الحجازي. يزرع فدان نخل، وبعد 4 سنين البرسيم الحجازي بيبوظ الطبيعي بتاعه، وبعد 4 سنين النخل بيطرح وبيطلع فسايل. ياخد الفسايل يحطها فين؟ والله مطلع الطبيعة. عشان احنا كده على الطبيعه جايبين البرسيم عند نخل. يعني احنا في الشركه لازم لو بنعمل مشروع لازم اول نجربه على ارض الواقع اهو كده. خلاص البرسيم ده هيبوظ السنه الجايه والنخل طلع الفسايل. هنقوم واخدين الفسايل حاطينها فين؟ كل سنه وانت طيب كده. بس كده. يلا لا على طول منها من جنب امها تحطها، بس توصى بقى بس في الزراعه في الاول.